الحمد لله على كل اللي ربنا أكرمني بيه. قصتي دي قصة طويلة تبتدي من وأنا عندي 6 سنين، بعد ما ماما الله يرحمها ماتت، وبابا طبعا عشان أنا صغيرة قرر إن هو يتجوز عشان حد يساعده في تربيتي، واتجوز طنط منال. كل ده عادي لحد ما نورة أختي شرفت، وبدأت أحس بفرق معاملة مرات أبويا ليا، وطبعا كان الرد المعتاد: معلش دي اختك الصغيرة. كانت كل حاجة بتجيلها جديدة، إنما أنا لأ. ولما بدأت أفهم واشتكيت لبابا: بابا أنا عايزة فستان جديد للعيد زي نورة. حاضر يا حبيبتي، انا اديت فلوس لماما منال عشان تجيب لك. ما هي الفلوس ما كفتش يا عادل. يرضيك يعني نورة حبيبتك ما جبلهاش فستان جديد؟ ده ما يرضينيش. وأنا يا بابا انت جالك قبل كده كتير، وما تزعليش انا هجيبلك حاضر لما بابا يبقى يقبض. شفتي بقى ماما منال بتحبك ازاي؟ وفضل الكره اللي ما بيني وما بين أختي نورة يزيد بسبب معاملة مرات أبويا. هو انت لسه ما خلصتيش نظافة البيت؟ أنا تعبت، أنا هقعد أستريح شوية. لا خلصي بسرعة عشان ابوكي زمانه جاي وعايز يتغدى. طب نورة تنضف وأنا أدخل أعمل الأكل. هو انا بنتي خدامة؟ نهارتني عشان قلت لنورة تساعد، مش كده وبس، اشتكت لبابا وقالت كلام أنا ما قلتوش. يا عادل هدى بترد عليا وعامله راسها براسي، اقول لها ساعديني في نظافه البيت ترد عليا تقول لي خلي نوره. انا بعملها زي بنتي يا عادل، مش بحسسها انها يتيمه، عرفها. لا ازاي، انت زي امها ولازم تسمع كلامك. وطبعا مش هقول لكم ان بابا زعل مني جدا وخاصمني ومش هيكلمني غير لما اصالحها. طبعا عشان ما اقدرش اكسر كلمه لبابا عملت اللي هو عايزه. كنت كل يوم بحلم اني اكبر واتجوز عشان اهرب من سطوه مرات ابويا عليا وعلى البيت وعلى ابويا، لحد ما القدر قال كلمته وبابا مات. وساعتها بس حسيت باليتم واني تحت سيطره مرات ابويا ومفيش حد يقدر يساعدني في الدنيا دي. بس انا قررت غير كده، ان اهتم بدراستي ومذاكرتي عشان اقدر ابني نفسي، لاني ما عنديش حد غير هيقف جنبي. كنت بشتغل عشان مرات ابويا ما كانتش بتصرف عليا. هو انت كل شويه عايزه فلوس فلوس؟ انا هجيب بلوز عشان معظم هدومي صغرت عليا. انت مش خدتي 200 جنيه الاسبوع اللي فات؟ دي كانت عشان سكشن الجامعه. هو انا هاكل ولا هعلم؟ انت فاكره ان معاش ابوكي بيكفي؟ ده لولا شغلي كنت هتشحتي. فضلت تعايرني انها بتصرف عليا واضطريت اني استحمل، لاني ما عنديش حل تاني، لا اخ ولا عم ولا خال. وواحد زميلي في الجامعه كان معجب بيا وعايز يجي يتقدم لي، بس مرات ابويا كان ليها راي تاني. عريس وده عاجبه فيكي ايه ان شاء الله؟ وبعدين هو انا هجهزك منين؟ شوفي لك يا اختي حد متريش ياخدك بشنطه هدومك. كلامها صدمني برغم اني كنت متعلقه جدا بالموضوع، مش لحبي ليه بس عشان هو كان طوق النجاة الوحيد قدامي. ومرت الايام واختي نورة تقدم لها عريس، ومرات ابويا وافقت على طول. ما هو العريس شغال في دولة عربية وهياخدها ويسافر، وفضلت انا ومرات ابويا في البيت. يمكن تكون معاملتها اتحسنت معايا شوية عشان بقت لوحدها وبنتها سافرت وملهاش حد غيري، لحد ما جه اليوم واتعرفت فيه على شاب في الشغل معجب بيا واعجبت بيه. اتعرفت عليه وحكيت له كل ظروفي، لكن ربنا ما سابنيش، حب بس يعوضني عن كل اللي حصل، عشان بتوكل عليه وبقول يا رب باركولي بقى في فرحي.